النادي الاهلي بيفوز على النادي المصري 4-0 او اكتسح النادي المصري ب 4-0، قولها زي ما تقولها. فوز في فوائد كتير جدا لجماهير النادي الاهلي، ويمكن طمن النادي الاهلي او جماهير النادي الاهلي من حاجات كتير جدا. يمكن اولا النادي الاهلي اطمن على الصفقات الجديده، او جماهير النادي الاهلي اطمنت على الصفقات الجديده، اولهم رضا سليم وامام عاشور، وشافوا ان المكنه كده بالبلدي ابتدت تطلع قماش. رضا سليم بيقدر ان هو يسجل هدف وبيقدر يقدم مستوى ولا اروع، وتسبب في اكتر من انذار للاعبي النادي المصري، ويمكن هو وامام عاشور شاركوا في طرد بهر المحمدي. امام عاشور برضو بيعمل 2 اسيست ولا اروع، ويمكن كان مستواه جيد فعلا على ارض الملعب، وشفنا ان هو على ارض الملعب فعلا بيجتهد وعايز يقدم كل اللي عنده، وزي ما بقول عمل 2 اسيست، الثاني فيهم زي ما شفنا ولا اروع. وحتى الاسيست الاول اللي عمله رضا سليم بصراحه اسيست 10/10، وما يعملوش غير لاعب كبير وهادي فعلا، لانه كان ممكن يستعجل في الكوره ويشوطها او ايا كان، وكانت ممكن ان هي تضيع. فكره بيرسي تاو برضو، تسجيل بيرسي تاو لهدفين ده شيء كان جيد جدا النهارده. بيرسي تاو انا واحد من اكتر اللعيبه اللي انا بحبهم في النادي الاهلي، وبشوف ان هو اكتر لاعب مفيد فعلا داخل النادي الاهلي. فالراجل انا دايما بفرح لما بيسجل، وبفرح دايما لما بشوف ان هو بيرجع لمستواه. كريم فؤاد، وفكره ان هو يسجل بعد الاصابه، وده اكتر هدف انا حبيته النهارده. الراجل بعد رجوعه من الاصابه وبعد غياب طويل، فكره ان هو يسجل من اول مشاركه دي حاجه هتديله دفعه كبيره جدا، وهتخليه يرجع لمستواه بسرعه. وربنا يا رب يبعد عن اللعيبه كلهم الاصابات، لان بصراحه الامر بيكون محزن لما بتلاقي الاصابات بتضيع منك مواهب، او بتضيع من عمر موهبه انت بتحبها وقت طويل. فاكتر هدف انا حبيته بصراحه النهارده هو هدف كريم فؤاد. الحاجه الثانيه ان جمهور النادي الاهلي بعد ما شاف الاداء النهارده اطمن بعد سوء الاداء اللي شافه في مباراه السوبر. يمكن سوء الاداء اللي شافه في مباراه السوبر خلى الجمهور غضبان، وخسرت بطوله في بدايه الموسم، وخلاك تقلع على الموسم كله. لكن النهارده انت رضيت جمهورك بفكره الاداء الجيد اللي انت اديته، غير كمان ان انت اديت انذار لكل منافسيك ان انت داخل الموسم بقوه، وداخل الموسم تحافظ على الدوري وتنافس على كل البطولات، وان عندك لعيبه او اكتر من لاعب قادرين ان هم فعلا يحققوا الفارق او يصنعوا الفارق. حتى الصفقات الجديده فكره ان هي تعمل البومب ده في اول مباراه، وكل اكيد هيرهب او هيخاف من الموضوع. يعني رضا سليم، حسين الشحات، ايا كان مين اللي يلعب، كله بيقدر يحقق شيء ايجابي للنادي الاهلي، وكله بيقدر يحقق فعلا الفوز للنادي الاهلي. فزي ما بقول اكتر من حاجه النهارده اطمن في مباراه النادي الاهلي ونادي المصري. يمكن كمان كولر مدير الفني للنادي الاهلي النهارده، ودي بس حاجه فنيه حابين نتكلم عنها في السريع. كولر مدير الفني للنادي الاهلي النهارده فاجئ الكل بان لعب بفخري، او بدا بفخري، ما بداش بمروان عطيه كالعاده. مروان عطيه يمكن الموسم اللي فات كله، او من ساعه ما ابتدى يلعب بيه في خط الوسط الموسم كله، او كمل الموسم كله وهو لاعب اساسي لحد مباراه السوبر. اتفاجئنا النهارده بان فخري هو اللي موجود، وبصراحه كان شكل ان خط الوسط النادي الاهلي متماسك اكتر، وفكره دفاعيا انا كنت شايف ان هو افضل. النادي المصري كان مستحوذ على الكوره بشكل كبير جدا، لكن الكثافه في خط الوسط او في خط الدفاع اللي كان بيعملها فخري كانت مخليه نادي المصري ما يقدرش يدخل ال 18 النادي الاهلي باريحيه. فانا شايف ان الامر كان مفيد جدا النهارده. النهايه حابب اتكلم عن موديس راس حرب النادي الاهلي، وقبل ما الناس تنتقده، الراجل بصراحه انا بشوفه قدم مباراه كويسه جدا. الراجل عافر على اكتر من كوره وحاول في اكتر من كوره، يمكن الحظ النهارده ما كانش حليفه، لكن الراجل انا بشوف تحركاته كويسه جدا. لكن الراجل واضح ان هو لسه ما انسجمش مع الفريق بشكل كويس، ولسه زي ما بقول اول مباراه، لسه الراجل ما خدش الاريحيه الكامله، لسه ما زي ما بنقول ما اندمجش مع الفريق بشكل كبير جدا. لكن لو اي حد راجع تحركات الراجل ده، بيتحرك كويس جدا داخل ال 18، وبيقدر يفضي نفسه كويس جدا. وزي ما بقول جات له اكتر من كوره، يمكن بس اللمسه الاخيره هي اللي ما كانش فيها توفيق، لكن غير كده انا بشوف الراجل فعلا لحد دلوقتي جيد جدا. وزي ما بقول دي لسه اول مباراه. نتمنى التوفيق في النادي الاهلي في اللي جاي وفي كل البطولات اللي هو يدخلها. النادي الاهلي هيدخل قمه بطولات كبير جدا، فنتمنى له التوفيق، ونتمنى ان الدوري المصري يكون افضل وافضل.